بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. مساء الخير البنات وأهلا بكم على قناة لك سيدتي لأم إسلام. حبيباتي جيتكم هذه العشية بطاجين الرخام. كما راكم تشوفوا البنات، عندي كمية قليلة من اللحم. حطيت شوية بصل، شوية ثوم، معدنوس، فلفل أسود وملح، مغرف كبيرة تاع شابيور تاع خبز مرحي، ومن الأحسن غبرة الفريك، الغبرة تاع الفريك عفوا. نحكمو البنات نعجنو مليح هذاك اللحم، ندخلوه مليح مع التوابل. حطينا ملح وفلفل اسود فقط. عندي بيض مغلي في الماء، عملت 3 حبات بيض حجم متوسط. شوف البنات على حسب كمية اللحم هذه، ما عرفت تكفي ولا لا. كما قلت لكم بنات، عمبالي كل تعرفوا تخدموا طاجين الرخام. بقيت فقط قاسمو هاد العشية. نحكم نقسم نحمو نشوف البنات، نشوف يكفيني ولا لا. كما تقدروا البنات تحكموا بيضة تقسموها على 4، ترجع 4 براج، وكل برج تغلفوه باللحم، تغلفوه مليح وتطيبوه مباشرة في لاصوص. صافي ما تعملوش كيما هذا، لازم البنات نحطوه في البابي فيلم والالومنيوم ونحطو نفوروه، من بعد نعاودو نحمروه في المقله كيما الرولي تاع اللحم. بالعكس، والطريقه الاخرى اسهل، يعني تغلفوا الابراج هذوك تاع البيض باللحم وتحطوه مباشره كيما الدولمه. هكا البنات تبان لي راهم ملاح، وما نعرف نحكمو البنات نلموه مليح باش ما يتحلش، ونغطيو البيضه. على هذا الشكل نجيبو البابي الومنيوم، نقص 3 قطع. كما قلت لكم بنات، انا عملت 3 حبات فقط على حساب عدد افراد العائله. ودائما بنات نطيب الشوربه والدوزيام بلا قد قد صافي. تجينا اذا فضلت البنات فضل السحور، جامي البنات تبات لي الماكله وتقعد الغدوه. وحتى البنات اذا تفضل حاجه نخبيها في الفريجيدار، والغدوه نسخنها ونحطها. والحمد لله البنات، يعني من نهار دخل رمضان انا ما طيشتش حاجه، لا خبز لا كسره لا اكل. الخبز شريته مره واحده فقط بريوش، كنت البنات مانيش قاعده. الكسره نطيب البنات، كما عبالكم الكسره ديما تتكل ما تقعدش. بالنسبه للاكل البنات نطيب القيس باش ما تفضلش. حاولوا ما تبذروش. كاين اللي يطيبوا انواع وانواع من الاكل ومن بعد ما ياكلوا حتى حاجه، كل شيء يفز دي روح، حرام. غلفوه من البنات كما راكم تشوفوا على هذه الطريقه، ونحطهم في الكسكاس كما قلت لكم، كما نفس الطريقه تاع الرولي. نحطهم فوق البخار
وكل 5 دقائق البنات نقلبهم شويه باش يطيبوا لي من الجهات الكل. ما يطولوش البنات الطياب تاعهم. هنايا البنات قشرت حبه تاع بطاطا وعملتها شرائح كيما تاع الشيبس، يكونوا خفاف كيما الشيبس على هذا الشكل. البنات دهنت المقله بالزيت ونحط هذوك الشرائح هذوك يطيبوا، وما نخليهمش البنات جهد ما يطيبوا، ما نخليهمش يحمروا، خاطر كون يحمروا ييبسوا وانايا نسحقهم يقعدوا طريين. راح نعملهم البنات للتزيين فقط. زدت حطيت شويه تاع زبده ونحمر نقلي هذاك الشامبينيون اللي عندي. تحبوا تزيدوا تحطوا له شويه تاع فلفل اسود. هنا البنات لي بول تاعي طابو وشوفوا طلقوا لاصوص هذه البنات دوك نلمها ومن بعد نزيد نخدم بها. هنا البنات حطيت شويه تاع زبده ونزيد نحمر هذوك لي بول كيما راكم تشوفوا، نحمرهم شويه فقط. بالنسبه لاصوص عندي شويه تاع زيت وشويه تاع زبده فقط، بصل ملحي وثوم وملح فلفل اسود راس الحانوت. نقلي البصل تاعي مليح، نلوح الشامبينيون، ونلوح هذيك لاصوص تاع اللحم اللي خبيتها. نزيد شويه تاع ما نكثروش، وراح نخليها البنات طيب، ونحاول اني نخلي فيها لاصوص. عندي في عندي هنايا انا اللي يحب لاصوص في الاكل. بالنسبه لهذيك البطاطا البنات كما راكم تشوفوا راهي تقلات بصح قعدت طريه ما خليتهاش تحمر. نحطوا هذوك الشرائح على هذا الشكل فوق بعضهم كما نخدموا الحلوى تاع الورده نفس الطريقه. الحلوى تاع الورده نقسموها في النص باش نخرجوا زوز وردات. هذه راح نخليها كامله حجم كبير. ونحكم الرولي ونحكمهم بالكوردون من الاسفل باش نزين بهم فقط. نحلهم وردة كمل. دركا رجعت لهذوك لي بول كيما قلت لكم بنات راهو خرجوا ناقصين شويه لحم بصح معليش نحكمهم مليح البنات. كي نجي نقص نحكمهم بيدي احسن، نقص بالموس تاع المنشار. هم شويه ناقصين اللحم. على هذا الشكل البنات تاعو شوفوا منين. نزيد الثانيه طاجين رخام. نتمنى فقط البنات تضغطوا لي على زر لايك الاعجاب، ما تنسوش دعم القناه، ونتلاقاو البنات في صحن التقديم. حطيت البنات في الطاجين هذا باش من بعد
نسخن فيه هو مباشرة. هذه النتيجة النهائية البنات. نتمنى فقط يكون عجبكم طبق اليوم، طبق تقليدي جزائري تقليدي 100%. وإلى صحة فطوركم البنات، وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.